شوف معايا الفيديو ده كده وتعالى اقول لك على المصيبه اللي فيه. السلام عليكم شباب. طبعا هذا البوت تدخل عليه، تطيع على التنشيط وتدخل على لودينج، تدخل على الرابط. بعد ما دخلنا على الرابط مثل ما تشوفون هو ينزع ملابس. راح اوشوش الصورة اني تجي اختيار صورة، تحط الصورة تيجي تنزعها، تطي تم، تطي التالي وتنتظر هذا الخط منه يمن يكمل خلال ثواني، خلال تقريبا دقيقة او 50 ثانية ويكمل، ومباشرة تطلع لك صورة جوا. انا مش جاي اخوفك، بس اللي جاي محتاج انك تفكري. انا ما كنتش مصدق زيك كده، فقلت اجرب بنفسي بصوره موجوده من على النت، وهوريكي حاجه مصيبه بمعنى الكلمه، وهجيب لك قضيه حد في مصر هنا، حد من اصحابه بعت له رابط لموقع لا مؤاخذه فيه صور مراته. فتفتكري بقى اللي بتعمليه كل يوم من غير ما تحسي، انك تفتحي الكاميرا تاخدي صوره سيلفي وتعمليها ستوري، تنزلي الصوره فتلاقي لبسك شيك وشكلك حلو، ده غير الميك اب اللي انت حطاه، طالعه بالنسبه لك صوره حلوه، ومتخيله ان مفيش غير 3 4 اصحابك هم اللي هيشوفوها. ممكن تقفي لحظه وبص كده حواليكي، عارفه ان في ناس ما بتتكلمش بس بتشوف، وممكن بسهوله اي حد ياخد سكرين شوت لصورته، وممكن حد تاني يحتفظ بيها، وفي ناس بتفكر، ده غير اللي بيخطط لك عشان بيكرهك. اهو اذى وخلاص. الصوره بقى اللي انت نزلتيها دي وفيها ابتسامتك الجميله او ضحكتك او شكلك، هل الصوره دي تحت سيطرتك فعلا ولا خرجت خلاص ما تقدريش تسيطري عليها؟ الموضوع كبير والله، اكبر من السوشيال ميديا واخطر من الاعجابات واللايكات والمنشورات، وان حد يقول لك ما شاء الله عليكي بارك الله فيكي. دلوقتي بقينا في زمن الذكاء الاصطناعي، الزمن اللي الصوره بس ما بقتش صوره، بقت مفتاح لدنيا تانية، مفتاح لجريمه، مفتاح لفضيحه ولانهيار كامل. انت متخيله ان ممكن يكون الشخص اللي بيكلمك دلوقتي هو ذكاء اصطناعي من خلال صوره واحده بس، وانا قاعد على الكرسي ده واكتب سكريبت كامل لاي برنامج ذكاء اصطناعي هيعمل كل اللي انت شايفه ده؟ حلوه الصوره مش كده؟ عارفه الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان صوره واحده بس لملامح وشك في اي ستوري من اللي انت عملتيهم، قديم جديد مش هتفرق، اهم حاجه وشك بس. حتى لو شايفه انك لابسه محترم، الصوره دي ممكن تعمل فيديو كامل، وفيديو ما بينصحش الناس زي اللي انا بعمله ده. للاسف الصوره بتاعتك هتقع في ايد ناس يعملوا لك فيديو عاري، مش عشان يبتزوكي ولا حاجه، انت بالنسبه لهم معكيش فلوس، هم هيبيعوها لحد غيرك، ايوه بنفس شكلك. ولو في فيديو فيه صوتك تبقي خدمتيهم، ولو في صوره مقربه لوشك بنفس الملامح تبقي عملتي معاهم الصح، ومش مفبرك ومش باين عليه ان هو مزيف. فيديو واقعي جدا لدرجه انك بنفسك مش هتعرفي تفرقي الا في حاله واحده بس، لو في علامات في جسمك مش موجوده في الفيديو المفبرك، وفي نفس الوقت مش هتعرفي تثبتي الكلام ده لانك مش هتعرفي تخلعي قدام الناس عشان توريهم الحقيقه، فبالتالي انت كده كده مفضوح. الكارثه والمصيبه ان الفيديو ده بيتعمل ب 25 جنيه. والله العظيم زي ما بقول لك كده، مجرد انك تضغطي على رابط تبعتي له بس الصوره، هيطلب منك تشتري حاجات من الموقع ب 25 جنيه. معكيش رقم تبعتي عليه، ما انتش عارفه مين اللي عمل الصوره ولا مصدرها، ولا انت هتشتريها لمين، ولا اللي اشتراها هيعمل بيها ايه، وهل هي فضلت على الموقع ولا رجعوها لصاحبها بس. يعني في حد بيكرهك وخد لك صوره وراح خلعك هدومك بالذكاء الاصطناعي، دفع 25 جنيه، هو خد الصوره احتفظ بيها لنفسه مثلا يعني. لكن هل الصوره بتاعتك دي اللي لسه موجوده على الذكاء الاصطناعي؟ هم طالما ناس كده ما عندهمش ضمير فاكيد هيبيعوها لغيره بمبالغ تانية. دي مواقع مخصصه لكده، شبكات كامله على التليجرام فيها الاف البشر كلهم مجهولين، محدش يعرف اي هويه فيهم، وبيشتغلوا على صوره واحده بس، يجهزوها فيديو او صوره على حسب الطلب ويتربحوا بيها، وانت مش عارفه الكلام ده ولا هتعرفي مين اللي عمل كده. الكارثه الاكبر لو الصوره دي وصلت للمكان ده مستحيل هتنشال، مستحيل برضه هتوصل لمصدرها، وعشان تمسحيها انك تعد حجاره الهرم الاكبر اسهل من انك تمسحيها. ومش هقولك بقى على انتشارها، عشان توقفي الانتشار ده حماده. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن حياتك كلها تبوظ، كل تعبك يضيع، شغلك ودراستك، ده غير سمعتك اللي هتبقى لا مؤاخذه في ناس هتصدق ان هي ذكاء اصطناعي وناس تانية مش هتصدق، علاقتك باهلك هتتدهور، وكل ده انهار عشان خاطر صوره واحده بس. وعلى فكره في بنات حياتها باظت، ويمكن انت سمعتي عن الموضوع ده لكن قلت لا يا عم ما تصدقش الكلام ده. بنات كتير كانت ماشيه في طريق وبسبب صوره خرجت عن السيطره الدنيا كلها قلبت عليها. بنت عاديه كانت بتحط صورها على النت ومن زمان، تخلص الحاله تحط حاله تانية، فجاه لقت نفسها على مواقع لا مؤاخذه مش قادره تمنع الصوره دي ولا قادره تبرر للناس اتحطت هنا ازاي. ده الكلام ده كان زمان ايام موضوع الصور بس، لكن في عهد الفيديو انك تديله صوره وتقول له اعملها لي سكريبت محترم وفيديو ينصح الناس
او فيديو لا مؤاخذه. وطبعا فاكرين البنت اللي كانت منزله صورها على النت، وفي 2 شباب خدوا الصور دي وعملوا لها صور اباحيه وبداوا يبتزوها بيها، والبنت دي اتخلصت من حياتها وانتحرت. كل ده ليه؟ عشان ما قدرتش تثبت براءتها، وحتى لو اثبتت براءتها شكلها ايه قدام الناس. ناس كتير والله العظيم اعرفهم حصل لهم كده، كانوا فاكرين نفسهم في امان، وان ده مش هيحصل لي انا، وان انا بنزل الصور وبمنع اي شخص يشوفها غير اصحابي. ولكن للاسف برضه حصل، والندم بعد الكارثه دي ما بينفعش. فوق كل ده بقى فين حق ربنا؟ حرام كل صورة انت نزلتيها وانشاف فيها حاجة ما ينفعش تتشاف، كل شخص اتفتن بصورتك او شافك بنظرة مش حلوة، كل ده بيتحسب، كل ده بيتسجل عليكي، كل دي ذنوب هتشيلها على ظهرك يوم القيامة. وهيجي اليوم اللي تتعرض عليكي كل الذنوب دي لمجرد صورة رفعتها على النت، وفي الاخر هتتحاسبي عليه. والله الستر نعمة، وربنا ستير بيحب الستر. ما تستنيش لما حاجة تحصل عشان تندمي، اوعي تعيشي الندم اللي ملوش علاج لا في الدنيا ولا في الاخره. ابدأي من النهارده، امسحي واحذفي واقفلي وامنعي، مش عشان الناس ولا عشان كلامهم، عشان نفسك وعشان ربنا، عشان كرامتك، عشان مستقبلك، وقبل ده كله عشان اخرتك. قبل ما اوريك الصوره اللي انا استخدمتها بنفسي وطلبت من الذكاء الاصطناعي ان هو يخلعها هدومها، تعال اقول لك على قصه واحد وكانت مشهوره. شاب عاش الكابوس ده بنفسه، لكن المره دي الكارثه دي كانت في بيته. شاب متجوز من بنت ومحترمه جدا والناس كلها بتشهد لهم بالصلاح، بنت هاديه ومؤدبه، وبيقولوا ان هي من بيت ناس محترمه. لكن كان عندهم موضوع ان هم يتصوروا على النت، ده شيء عادي. ما كانش في يوم يتخيل انه هيشوف وش مراته في موقع اباحي. لكن للاسف حصل. واحد من اصحابه على سبيل النصيحه بعت له لينك وقال له شوف مش دي مراتك؟ فتح الموقع وانصدم، وش مراته وضحكتها، تفاصيل وشها بالظبط، لكن في مشهد صادم وفاضح في نفس الوقت يخلي الدم يغلي، وممكن الراجل يعمل مصيبه قبل ما يفكر يسال. الدنيا اسودت في عينيه، رجع على بيته بيترعش، مش قادر يبص لمراته ومش قادر يصدق انها تعمل كده. انهارت قدامه وحلفت له 100 يمين ان هي ما عملتش كده، لكن الراجل شايف بعينه. بدات شكوكه تزيد وحياتهم بدات تبوظ، بداوا يفكروا في الطلاق. لكن كان في حاجه واحده بس هي اللي محيراه، الفيديوهات والصور فيها شكلها فعلا هي بنفس الملامح، لكن كان في تفصيله صغيره مش راكبه على الفيديو، لان زوجها وعارف عنها كل حاجه. في مكان معين كان فيه اثار حروق قديم، زوجها عرف ان في حاجه غلط، وان الموضوع ده بوت ذكاء بيعمل الكلام ده. انت بقى شايفه الموضوع بعيد عنك، ولا انت عشان مش مشهوره، ولا انت بتحط صورك وسط اصحابك بس؟ اصحابك دول ليهم اخوات، والمتجوزه جوزها بيمسك تليفونها، والمش متجوزه ابوها ممكن يمسك تليفونها. البوت ده والذكاء ده ما بيفرقش عن حد، ولا هيسال انت مين. بياخد الصوره وبيشتغل ويطلع لك فيديو ممكن ينهي حياتك كلها. الفيديوهات دي ما بقتش حاجه صعبه انها تتعمل، في ناس بيدفعوا فلوس عشان يعملوا لبعض البنات انتقاما او سخريه او حتى هزار، لكن الهزار ده ممكن يكسر اي بنت في الدنيا، ممكن يهد جواز، ممكن يعمل كارثه نفسيه وفضيحه، وممكن توصل للانتحار. لو بتحب الخير شارك الفيديو ده مع اصحابك، ممكن توصلي بيه لبنت كانت هتقع في المحظور ده، وممكن تنقذيها في الوقت الصح، ويمكن تنالي ستر ربنا في موقف محتاجه فيه الستر. وبالنسبه للصوره اللي انا جربتها، جبت صوره قطه عاديه، لكن بحثت على النت على قطه لابسه هدوم، وطلبت منه ان هو يخلعها هدومها. هو عمل ايه؟ هو بس توقع الملامح، شال الهدوم وخلى الجزء الثاني قطة طبيعية، طالما هو مصمم ان ما عندهوش قيود ولا اخلاقيات. خلع دي هيخلعها، هيجيب لك اي جسم من على النت ويركبه على وشك، وتديله الامر ان هي تتحرك بحركة شمال ويمين، هيعمل اللي اتقاله عليه، وفي النهاية هتلاقي نفسك في موقف لا تحسدي عليه. اللهم بلغت اللهم فاشهد. اللي وصل لاخر الفيديو انا بحبكم في الله، سلام عليكم.